مش عارف بصراحة ايه وجه التشابه بين الهلال ومان سيتي، بس نرجع لموضوع. اشرب حاجه ساعه لو سمحت، وعندك واحد شاي. امبارح نادي العين الاماراتي فاز على الهلال السعودي في نص نهائي دوري ابطال اسيا بنتيجة 5-4 لمجموع الماتشين. مبروك لجمهور العين وهارد لك لجماهير الزعيم الهلال، الفرقتين على راسي والله. بس انا موضوع النهارده عن واحد تاني خالص، كابتن تامر بدوي، اللي في شهر 12 اللي فات وقت كاس العالم للانديه ظهر في بودكاست ثمانية وكان ليه تصريح عاوز كده افكركم بيه لما قال: الهلال لو هو اللي بيلعب في كاس العالم للانديه انا مستعد اراهنك الهلال فاينل مع مان سيتي. الهلال في حته تانية خالص في الوطن العربي، مش بس في السعوديه، في الوطن العربي. ده مش بس كده، ده ابو علي مقدم البودكاست استغرب من كلامه فسأله بالنص وقال له: يعني لو واجه الاهلي يكسب الاهلي؟ فراح كابتن تامر مشخصنها على الاخر ورد عليه وقال له: انت بتهزر؟ ابو الثقه يا كابتن، وروح الفانيلا الحمراء. لا، روح الفانيلا الحمراء. يعني انت تيجي تقول لي روح الفانيلا الحمراء قدام مان سيتي مثلا؟ مش عارف بصراحة ايه وجه التشابه بين الهلال ومان سيتي، بس نرجع لموضوع. مفيش كلام ان نادي الهلال واحد من اكبر الانديه العربيه واكثرها جماهيريه، لكن يا كابتن تامر الكره قبل ما تكون خطط وتمرينات وتكتيكات هي لعبه بتعتمد على العنصر البشري وفيها دايما احتمالات خارج التوقعات. فما تجيش حضرتك بقى عشان بتاكل عيش في السعوديه تطلع تنفخها وترسمها وتفخمها وتقول له انت بتهزر وتساوي الهلال بالمان سيتي بالنسبه للاهلي. مش للدرجات يعني. اديك شفت في الاخر نادي الهلال اتغلب عادي زيه زي اي نادي في الكوره. ما هي الكوره مكسب وخساره، وانت برضو مهما كان بقالك 40 سنه بتشوف الاهلي وياما شفته في مواقف وهو بيجي من بعيد وبيقلب الترابيزه على اي فريق مهما كان اقوى منه وامكانياته اعلى منه. يا رب تكون اتعلمت الدرس يا كابتن تامر.